بصراحة. واو يتزحلق. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد ورياكسيون جديده يا جماعه على لاعب اسمه اليسون سانتوس. اللاعب هذايا ينجم يلعب مع المنتخب التونسي. تقولوا لي كيفاش؟ اللاعب برازيلي ويلعب في شو اسمه في سبورتينغ لشبونه. تو شرات سبورتينغ لشبونه ب2 مليارات و100 تقريبا، والعقد الجزائي يتراوح بين 50 الى 60 مليون يورو. بالنسبه للاعب هذايا يا جماعه هو ولد اللاعب اديلتون سانتوس. اديلتون سانتوس او ادي لعب في مناسبتين او 3 مناسبات مع المنتخب التونسي قبل، اللي هو بول اللاعب هذايا، وعنده الجنسيه التونسيه والجنسيه البرازيليه، مما يمنح اللاعب اليسون سانتوس الجنسيه التونسيه لانه باباه مثل المنتخب التونسي ولعب حتى في الترجي الرياضي التونسي. هيك علاش عندنا امل انه اللاعب هذا يكون موجود مع المنتخب الوطني التونسي. تابعوا معنا الفيديو للنهايه، ما تنسوش تحطوا لايك، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. ومن غير ما نطول عليكم المقدمه اكثر، ندخل مباشره نشوف الجوار هذايا، امكانياته، وضعيته، نقاط قوته، نقاط ضعفه. يلا بينا. اوكي يا جماعه، هذه مقدمه للاعب تقريبا. اوكي اوكي باهي. اوه هذا هو الهدف صراحة، حتى الطريقة الجيدة. اوبا ممتاز ممتاز في التصويبة. شوف المراوغة ممتاز. خير من جماعة الترجي اللي جايبينهم يانساس ورودريغيز. اوبا مالا جوال بصراحة. شوف المراوغة واو. اوكي شوف السرعة، والله سريع اللاعب، عنده السرعة وعنده المهارة يعني في نفس الوقت. شوف اوكي شوف سريع بصراحة. واو يتزحلق. اوكي واو ممتاز الكروس. شوف المراوغة والتصويب، رهيب. هو يلعب على الجهة اليسرى والجهة اليمنى، يفضل انه يلعب على الجهة اليمنى، ولكن يلعب في الشيرتين كيما رودريجو، كيما ستايل متاع رودريجو. شوف تصويبه من بعيد وحطها، تحسه بالحق معناتها الستيل متاعه كيما رودريجو متاع الريال. اوبا جميلة من الاقدام، روعة. شوف في التمركز زاد ممتاز. شوف اوه بعثهم. شوف السرعة. شوف بصراحة لاعب زي هذا كان يجي تونس تتبدل وضعية المنتخب بصراحة. لاعب يعطي حلول فردية مهمة جدا. ان شاء الله والله نتمنى انه يجي المنتخب التونسي ينفعنا شوية، خاطر بالحق ما هربوا بينا من ناحية الاجانب، هربوا بينا المغاربة والجزائرية. تونس بصراحة من أضعف المنتخبات، أضعف من الجزائر وأضعف من المغرب من ناحية المنتدبين، من ناحية اللاعبين اللي يلعبوا برا معنا. شوف لاعب هداف معروف. اوبا يا عفو الله على العارضة. شوف كيف افتكاك الكرة هني. شوف السرعة سريع. اذا هرب ما عادش نجم تجيبه. شوف قلت لكم ستايل رودريجو نحسه، ما يراوغش برشا مش كيما فينيسيوس، لكن ستايل بتاع رودريجو بتاع لاعب يشوط مليح، يراوغ وقت اللي لازم يراوغ، ويشق الملعب كما قلت لكم بالعرض. شوف يشق الملعب بالعرض بامتياز. هذا هو اللي نفكر فيه، هذا هو رودريجو، هذا هو ستايل رودريجو. يلعب حتى على اليسار كما قلت لكم، يلعب على اليمين وعلى اليسار، لكن الاكثريه على اليمين. شوف رهيب، اسيست رهيب. اوكي باش يشوت. اوبا والله حطها. ممتاز بصراحه اللاعب، انا عجبني الستيل بتاعه، هذا بعيد كل البعد على لاعبي تونس. تقولي لا العاشوري، لا لاعب بالحق معناتها طاير. شوف المراوغة. شوف برازيلي ما تحكيش، برازيلي راه في المراوغة ما تكلمنيش.
اوكي شوف كالعادة المراوغة ديما، ديما يراوغ ديما يراوغ ديما يراوغ ديما يراوغ. شوف رهيبة بصراحة. لكن ممكن ما شفناش لقطات هجومية دفاعية عفوا للاعب، يعني انه ما تعولوش عليه ياسر باش يرجع لكم ويدافع، لكن مهامه كلها تقتصر على الهجوم. اللاعب هذا غير يسلك انه في الهجوم الدفاع ربي سهل. ما يقولش واحد من ايطاليا. اوكي اوه شوف مراوغة ممتازة، يراوغ بطريقة جميلة، طريقته في المراوغة جميلة. اوبا الحارس، شوف اوبا هدف جميل. اوكي حطوا لنا رايكم عن اللاعب في قسم التعليقات وانا قايل لكم صاحب الفيديو. اوكي يا جماعه، كما شفنا اللاعب مهاري لاقصى درجه، معناتها ما عندناش لاعب امكانيات السيد هذايا على الاقل في الوقت الحالي. وكما قلت لكم برازيلي يعني في المراوغه ما تحكيش، وفي التصويب زاد قوي. ستيل نتاع رودريجو هذا اقرب لاعب جاني لمخي بما اني نحب الريال. اما اللاعب ينفع تونس بصراحه، لو يجي المنتخب التونسي جوار هذا ينفع تونس، ونتصور انه حتى في سبورتينغ ممكن تخطف بعض الفرق القويه والكبيره في اوروبا، ما يقعدش في سبورتينغ لشبونه، وجايبتها سبورتينغ لشبونه باش تبيعها مش باش تخليها. يعني في رايي باش تصور فيه الفلوس، خاطر اللاعب موهبه من طراز عالي حسب ما شفنا الفيديو، ما شفناش اللاعب في المباريات. ان شاء الله يجي المنتخب التونسي. انتم شنو تتوقعوا انه يجي المنتخب التونسي ولا يختار البرازيل؟ طريقه طويل لو يختار البرازيل، طريقه قصير لو يختار تونس ديريكت يكور. المهم هذا كان كل شيء في فيديو اليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا وتعرفنا على لاعب ان شاء الله يكون موجود في المنتخب الوطني التونسي، وان شاء الله ينفع المنتخب. السلام عليكم.